عايز تهد جوازك؟ هقولك على الوصفه السحريه ليك وليها. اتجاهلها تماما، ما تديش اهتمام لمشاعرها ولا لتعبها، خليها تحس كده انها شفافه في حياتك. اسمعها بس عشان ترد مش عشان تفهم. خليك دايما ناقد ليها، يعني كل يوم كده علق على شكلها، شغلها، قراراتها. وطبعا خلي كلامك كله سلبي، مفيش داعي تمدحها حتى لو عملت انجاز عشان تحسسها طول الوقت انها مش كفايه. اقطع الحوار، بدل ما تقعد وتتكلم معاها عن اللي مضايقك او مضايقها، اقفل الحوار بكلمه مش فاضي ومش مهم. اهمل كمان المناسبات المهمه، عيد ميلادها، ذكرى جوازكم، ما تفكرش حتى تهنيها، خليها تحس كده ان هي اصلا مش متشاف. كمان قارنها بغيرها، دي من اقوى الوصفات السحريه اللي بتهدم اي جواز. بصي فلانه بتعمل ايه، شوفي مرات فلان هاديه ازاي، كانك بتقول لها انك مش راضي بيها. ومش هقول لك كمان على انك تنسى كلمه شكرا وانا اسف. كلمه شكرا بسيطه لكن مفعولها كبير، لو نسيتها هيحصل تراكمات كتير وهيبدا الطرف التاني يحس انه مش متقدر. نفس الكلام ينطبق على كلمه اسف. شايفين كل الحاجات البسيطه اللي اتقالت دي؟ لو عايزين تحافظوا على جوازكم خدوا بالكم منها. لو حسيت انك بتقع في الفخ ده فدي فرصتك عشان تعيد النظر قبل ما يفوت الاوان. العلاقه القويه مش بتتبني لوحدها، لكن بالوعي والاهتمام طول الوقت.